السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أهلاوي حتى النخاع. وفي الحلقة النهاردة هتكون حلقة خارج الصندوق. ليه؟ لأنه ببساطة مش هنفضل يا جماعة نطبطب، مش هنفضل يا جماعة ندادي، ومش هنفضل نقول يا جماعة احنا اخوات، ومش هنفضل نقول زي ما أنا قلت في الفيديو اللي عملته امبارح إن يا جماعة الأخ الصغير لازم يخاف من أخوه الكبير. واذا كنت انت عايزني احترمك فلازم يكون الاحترام متبادل. ما ينفعش انا اللي افضل ادادي وافضل اطبطب وانت تفضل كل مدى تتجاوز في حقي، وفي الاخر يكون المبرر ان انا الاخ الاكبر، والاخ الاكبر هو اللي دايما بيتحمل. هو ليه دايما انا اللي مكتوب عليا ان انا اتحمل تجاوزاتك، اتحمل اهاناتك، اتحمل الاساءة ليا والنادي الاهلي الكبير العظيم اللي مهما انت اتكلمت انت او غيرك، يعني انت مش هتقدر، يعني كلامك ده مش هيحرك شعره بس من اي واحد اهلاوي. تمام؟ لان ببساطة الاهلي اكبر من اي حد، اكبر من كلامكم، اكبر من اي حد في افريقيا. وانتوا علشان خاطر مش انتوا بس، بقى القاره كلها علشان خاطر تحقق بس جزء من انجازات الاهلي، فانتوا محتاجين 100 سنه. وفي ال 100 سنه دول يكون الاهلي برضو قاعد ما بيلعبش او يكون ما بيعملش انجازات. فدي مش حتتنا. انا اللي فارق معايا دلوقتي اداره النادي الاهلي. اداره النادي الاهلي امتى هيكون لها موقف؟ يعني انا اداره النادي الاهلي امتى هيكون لها موقف، وامتى هتقدر تدافع عن لعيبه الاهلي اللي هم جزء من الكيان؟ انا يا جماعه ضد كل اللي بيحصل، ضد كل اللي بيحصل، وهقول كلام ممكن اتهاجم بسببه، بس انا مش فارق معايا. كابتن محمود الخطيب انت فين؟ بجد يا كابتن انت فين؟ فين كرامه لعيبه الاهلي؟ الموضوع ما بنشوفهوش النهارده، لا دي تجاوزات مستمره من نادي الهلال. كل مباراه ما بيننا وبينهم يحصل تجاوزات، وانا اسف في اللفظ، قله ادب وسفاله وكلام غريب. ما هو لما الصفحه الرسميه بتاعت نادي الهلال تطلع تقول لك انت وتاريخك ويحطوا لك سله زباله، يعني انت وتاريخك في الزباله، فانت مستني ايه تاني؟ لما لعيبتك تتضرب في السودان فانت مستني ايه تاني؟ هتتحرك امتى؟ هتعمل شكوى امتى؟ انا مش بقول لك ان احنا هنعملهم بنفس الهمجيه ولا هنعملهم بنفس الاسلوب، لا انا ما بقولش كده. ما بقولش ان احنا نطلع نشتم زي ما هم بيشتموا، ما بقولش ان احنا نطلع نتجاوز زي ما هم بيتجاوزوا، لا، بس على الاقل يكون لنا موقف. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش احنا موقفنا وسكوتنا ده بيتفهم بطريقه تانية، بيتفهم ان احنا ضعفاء. يا جماعه ده انتوا بتتكلموا ان المتحدث الرسمي بتاع نادي الهلال السوداني طالع يقول بنهدي الفوز لمرتضى منصور والزمالك. فنفس العقليه ونفس الدماغ، ولازم يكون لك موقف، لازم يكون لك موقف رادع، لازم توقف الناس دي عند حدها. لان احنا مش هنفضل متحملين القرف اللي احنا فيه ده. هو في ايه يا جدعان؟ مش للدرجه دي، ما يوصلش بينا الضعف والاستكانه للدرجات دي ان احنا نشوف الاهانه في حق الكيان اللي احنا بننتمي له، وحق اللعيبه اللي بتنتمي للكيان، وفي الاخر قاعدين ساكتين ما بنعملش حاجه. احنا اكبر من كده، والله بجد اكبر من كده. ويا كابتن محمود الخطيب انت وادارتك لو انتوا مش قادرين تجيبوا حق النادي الاهلي فبلاش. يعني انت بتتكلم في مصر هنا، بنقول ماشي خلاص، يمكن مضغوط عليهم، يمكن في ضغوطات. طب وفي السودان؟ هو انتوا برضه مضغوط عليكم في السودان؟ ماليش فاهم يعني. حته بيان اطلع ارفض اللي بيحصل، فهم جماهيرك ان انتوا رافضين اللي بيحصل. قدم شكوى ضد الهلال وضد اي حد يتجاوز ضد النادي الاهلي ولاعيبه الاهلي. الكيان كبير يا جماعه، ما ينفعش، ما يصحش اللي بيحصل. ما ينفعش تبقى بتشوف الاهانه والاساءه وانت ساكت، ما بتتحركش ساكن، وفي الاخر انا الاخ الاكبر، انا الشقيق الاكبر، احنا بنشرب من نيل واحد، احنا ما اعرفش بلد واحده. هو ليه احنا بنقول الكلام ده هم ما بيقولوش الكلام ده؟ ليه يعني؟ ليه؟ حاجه تحرق الدم بجد. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها يا جماعه، انا مش بقول ان احنا نعمل بنفس اللي هم عملوه، بس انا من رايي ان المعامله تكون بالمثل هنا. انت اتعاملت هناك معامله قذره،
معامله قذره. طالع المتحدث الرسمي بتاعهم يقول لك ايه، او نائب الرئيس عندهم يقول لك ايه، يقول لك احنا اعتذرنا لمحمد الشناوي عن اللي حصل من طبيب الفريق. طبيب الفريق بيتصرف كده من نفسه؟ طب يعني هو طبيب الفريق ده مش في نادي الهلال؟ طب الصفحه الرسميه بتاعتكم دي اللي طالعه كل شويه يعني اهانه واساءه للنادي الاهلي، يعني دي ايه؟ وليه الكلام ده ما حصلش من البدايه وما رفضتوش الكلام ده من البدايه؟ ليه رفضتوه بعد المباراه ما انتهت وبعد ما كسبتوا؟ علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر انتوا عارفين انكم ليكم مباراه هنا في مصر؟ لا، انا بقول بقى من قمه الضعف ان انتوا ما تتعاملوش نفس المعامله. بجد والله، يعني قمه الضعف انكم انتوا ما تتعاملوش نفس المعامله. ليه؟ لان انتوا ما تستحقوش ان انتوا تتعاملوا معامله طيبه. لان اخلاقكم زي الزفت، مفيش اي روح رياضيه. محمد الشناوي، الناس بس اللي طالعه تهاجم محمد الشناوي، انا من اكتر الناس اللي بقول ان محمد الشناوي محتاجين له بديل. لان محمد الشناوي ليه فتره مستواه متذبذب، بيمشي على سطر ويسيب سطر، ومستواه كل مدى في النازل. ولكن يعني انت هات لي واحد ممكن تجيبه في الدوري المصري يلعب على محمد الشناوي. دور كده، فكر انت ممكن تجيب كده في الدوري المصري يجي يلعب على محمد الشناوي؟ فكرت؟ مش هتلاقي حرفيا. محمد الشناوي حتى لو كان وحش فهو احسن الوحشين. ليه؟ لان انت ما عندكش اصلا. والا بقى لو انت بتتكلم ان في حد يلعب على محمد الشناوي في الاهلي، طب كان لعب عليه في المنتخب؟ ولا كلام مش منطقي؟ سيبنا بقى بالقصه دي. بنتكلم ان انا دلوقتي عندك مباراه اسوان، هي عنق الزجاجه. مباراه لا تحتمل القسم على 2. مباراه لازم تكسب فيها، ومش مكسب بس، ده انت لازم تعمل اداء. تمام؟ عندك دوري الابطال، مباراه صن داونز الجايه، ما ينفعش تفرط في نقطه. المباراه على ملعبك بحضور 10000 مشجع اهلاوي ان شاء الله يكونوا مساندين ومؤازرين للفريق، وما عندكش رفاهيه انك انت تفرط في نقطه. كل نقطه بالنسبه لك وانا بعني الكلام اللي بقوله بالنسبه لك هي حياه او موت. لان كمان طلع بعض الصفحات مش عايز اقول لفظ مش كويس، بتاعت الهلال السوداني، يقولوا بيخططوا بقى ان صن داونز يكسب الاهلي هنا ويكسبوا هناك، وهم ما عرفش يكسبوا مين، وفي الاخر يصعد الصن داونز والهلال مع بعض. من امتى حبيبي؟ انت تاريخك فين اصلا؟ يعني انت تاريخك كهلال، تاريخك كنادي سوداني فين؟ تاريخك فين؟ بقعد ادور لك كده على تاريخ، بلاقي ان كل التاريخ اللي انت عملته احتفالك بفوزك على الاهلي في 2007. يعني دي بالنسبه لك كانت بطوله. فانا بطالب لعيبه الاهلي، خليكم رجاله، ردوا في الملعب. الفريق ده يجي هنا تكسبوه 3 و4 و5، ومباراه تكون بالنسبه لهم مباراه مذله. مش هقبل باقل من كده. انا كراجل اهلاوي مش هقبل باقل من كده. خلاصة الكلام. بس مارسيل كولر طبعا احنا عارفين النظام وعارفين القصه بتاعت الاعلام المصري، الاعلام اللي هو صعب جدا، اعلام قذر بمعنى الكلمه. طبعا بعد كل مباراه للاهلي، سواء بقى تعثر بقى تعادل خساره، يطلعوا يهاجموا مارسيل كولر. وده اللي حصل برضو مع موسيماني، وده اللي كان بيحصل مع فايلر، وده اللي هيفضل يحصل. ولكن احنا في ظهره وعارفين انه مدرب كويس جدا ومحدش ما بيغلطش. ولكن مارسيل كولر حتى ولو خسر وحتى لو ما كملش بطولة افريقيا، فانا عندي تفاؤل ان مارسيل كولر مدرب كويس جدا ومدرب عالمي. احنا عندنا مدرب تقيل، بس لازم حد من الجهاز الفني المصري او الجهاز المعاون المصري او كابتن سيد عبد الحفيظ او سامي قمصان او اي حد من الناس دي يكلموا عن الاجواء اللي بتحصل في افريقيا. يعرفوا ان في مباريات انت مش لازم تكون انت اللي بتهاجم، في مباريات بتتلعب على التفاصيل الصغيره، اللي هو سيب لهم الاستحواذ واخبطهم في ظهرهم جون و2. هي افريقيا كده، والدور المجموعات بيتلعب على كده، اللي انت بتستغل انت العب هنا براحتك عادي، هاجم زي ما انت عايز، روح هناك اذا اتيحت لك الفرصه انك انت تهاجم، ولكن ما تفتحش. انت محتاج انك انت تكون
مترابط، محتاج يكون دفاع قوي، محتاج يكون عندك خط وسط قوي جدا، محتاج يعني ما تديش الكرة للفريق التاني، تكون بخيل على قد ما تقدر، الكرة ما تطلعش من رجل لعيبتك الا للضرورة القصوى اللي هي وانت بتهاجم. محتاج انك انت الفرصة ما بتجيش مرتين في مباريات يا جماعة، ما بيجيلكش فيها غير فرصة واتنين، لازم تستغل، على الاقل استغل فرصة. ولكن احنا للاسف يعني انا مش عارف مستقبل الهجوم في النادي الاهلي ايه اللي هيحصل فيه. حاجة تانية، عندنا مباراة أسوان إن شاء الله هتكون بعد بكرة اللي هو النهاردة الحد، على يوم الثلاث إن شاء الله الساعة 3 إلا ربع. طبعا اللعيبة إن شاء الله لازم يكونوا رجالة، لازم يكونوا قدها وقدود. طبعا متوقع جدا إن يكون في تغييرات في التشكيلة، لأن طبعا دي سياسة التدوير اللي بيتبعها مارسيل كولر، وبنتوقع إن يكون في ناس جديدة تخش التشكيل، وإن شاء الله ربنا يكرم. ماشي، طبعا الحكم هيكون محمود البنا، وربنا يستر، مش هنقول غير كده. دمتم بخير واشوفكم على خير في حلقة جديدة. سلام.